مفكرة إن آيس كريم الفواكه عمره ما هيبقى كريمي لأنه معمول في البيت من غير ماكينة؟ تبقي غلطانة. ليه؟ لأن النهارده هاقول لك شوية أسرار خبرة سنين يا جماعة. هنعمل النهارده آيس كريم فواكه ناعم كريمي من غير نقطة تلج واحدة. كل اللي هيدوقه مش هيصدق إن معمول في البيت. النهارده هاقول لك بديل الماكينة ومن مطبخك بدون تعقيد ولا مثبتات قوام. عملته النهارده بالفراولة والكنتالوب والخوخ بطرق مختلفة لأن مش أي فاكهة تتضرب في الخلاط وتتحط في الفريزر تبقى آيس كريم ناجح. لايك وشير للفيديو وسبسكرايب للقناة ويلا نشوف آيس كريم النهارده عملناه ازاي. يلا نشوف آيس كريم الفراولة بنعمله ازاي. أول حاجة أنا عندي هنا نص كيلو من الفراولة المتلجة. بنجيب الفراولة نغسلها كويس قوي بالطريقة اللي احنا متعودين عليها وبنصفيها حلو جدا وبندخلها الفريزر حوالي ساعتين 3 لحد ما تتجمد، بس مش تتجمد للآخر علشان سكينة الخلاط طبعا نحافظ عليها. بكسرها بسيط قوي بالمعلقة كده، وهيكون عندي كوباية لبن حوالي 250 مللي. هاخد نص كمية اللبن هضربها مع الفراولة وهساعد الخلاط كده بالمعلقة. هنا الخلاط ما كانش بيلف معايا لان الفراوله كانت مجمده، فضفت نص كوبايه اللبن التانية وبعد كده هنضيف الكريمه. هيكون عندي حوالي 5 معالق كبار من الكريمه، بالظبط كده 60 جرام من الكريمه، كريمه شانتيه من غير سكر. وكمان عندي 4 معالق من السكر. وعلشان نساعد الايس كريم انه ما يكونش تلج، شربات تقيل نص كوبايه ميه عليها كوبايه سكر وعصره ليمون، وبسيبه على النار حوالي 10 دقايق على نار متوسطه. وممكن كمان نستعمل عسل نحل لو مش عارفين او مش حابين نستعمل شربات تقيل. حطيت حوالي معلقه دلوقتي لان الفراوله مجمده جدا، لو كنت كترت اكتر من كده كان الخلاط معايا هيقف. هضرب كله بقى وهضيف لون غذائي احمر، وبصراحة أنا كترت يعني كفاية جدا، نقطتين 3 بالكتير. وهو الخلاط كده بيلف معايا هضيف معلقة كمان من العسل التقيل ونضرب لحد ما احس ان الايس كريم بقى ناعم جدا وسموث جدا. عندي هنا العلب بتاعة الحفظ، احط كمية الايس كريم بقى ونقفل عليها، والايس كريم اللي يخلص بندخله الفريزر على طول ما بنستناش عليه. تاني طعم هنعمله او تاني فاكهة هنعملها هي الكنتالوب. عندي هنا نص كيلو من الكنتالوب قطعته صغير كده ودخلته برضو بنفس الطريقة، دخلته الفريزر اتجمد مدة ساعتين 3 ساعات حسب الفريزر عندك. هنزل بالكنتالوب في الخلاط، وبرده هيكون عندي كوباية من اللبن 250 مللي هنزل بنصها، وكمان 4 معالق من الكريمة الشانتيه، وكمان 4 معالق من السكر. ودوق الكنتالوب لو مسخ شوية زودوا معلقة كمان. الكنتالوب عندي كان مسكر جدا، كان كفاية 4 معالق. وكمان هضيف العسل اللي احنا عملناه. هنزل بالتدريج كده باللبن بنص كوباية اللي فاضلة معايا. هحط لون غذائي برضو، ده لون مصرح بيه يعني متقلقوش منه خالص. حطوا كده لحد ما توصلوا للون اللي انتوا حابينه. وده قوام ايس كريم الكنتالوب بعد الضرب. طبعا بتضربه كويس قوي، مش اقل من 3 دقايق. اي ايس كريم الكريمه تبدا تتقل الخليط. حطه في علبه وعلى الفريزر على طول. تالت طعم هعمله معاكم هو ايس كريم الخوخ. عندي هنا كيلو الا ربع من الخوخ، خوخ البلدي. طريقته مختلفه شويه عن الايس كريم الفراوله والكنتالوب عشان يطلع معاكي كريمي وطعمه حلو. فاحنا النهارده هنسلق الخوخ. هنسلقه ازاي؟ زي ما بنعمل الكمبوت كده بالظبط، كمبوت الخوخ. عندي هنا 3 كوبايات من الميه. والخوخ طبعا بنغسله بطريقتنا المعتاده، بيتنقع شويه في ميه وخل بسيط، وعشان نضمن بس ان الخوخ من بره يكون نضيف. وبنصفيه حلو جدا، بس مش بنتلجه بقى ولا اي حاجه، بناخده بنسلقه على النار حوالي ربع ساعة. وبعد ما بيتسلق بيبقى بالشكل ده بناخده نصفيه، والمية بتاعته طبعا بتبقى طعمها حلو قوي. هاخد منها حوالي نص كوباية لان هستعمل المية دي واحنا بنعمل الايس كريم. تقدروا بقى تقشروه او تعملوه زي ما انا ما عملته كده. اخدت الخوخية قطعتها، خلصت يعني اللحم من البذرة. ما تطولوش عليه في السلق عشان ما يتهريش منكم. هو ربع ساعة على نار متوسطة وبيبقى كفاية قوي. وده كمية الخوخ اللي طلعت لي من كيلو الا ربع. نحط الخوخ في الخلاط وعليه نص كوباية المية اللي اتسلق فيها، ونبدأ ان احنا نضرب الخوخ مع المية دي لحد ما ينعم تماما. ما تقلقوش خالص من القشر، هو مش هيكون ليه وجود ابدا لانه مسلوق، فهيتفرم معايا بسهولة. بعد ما الخوخ اتفرم حلو جدا وبقى بيوريه كده بالشكل ده، بحط عليه معلقتين من العسل التقيل. والخوخ عندي كان مسكر كويس، فحطيت 5 معالق من السكر.
لو الخوخ عندك مزز شويه زودي معلقتين كمان. وكمان حطيت نص كوبايه من اللبن وحوالي 60 جرام من الكريمه، يعني كده 5 معالق كبار من الكريمه. ولان الخوخ لقيته تقيل شويه زودت كده من ميه الخوخ، من ميه السلق، حوالي 3 معالق. نضرب الايس كريم في الخلاط كده 3 دقايق لحد ما القوام يبقى بالشكل ده كده. وضفت له لون غذائي برضو، اللون ده اسمه اصفر غروب الشمس، بيبقى باودر، وبدوبه في نقطه ميه صغيره خالص وبضيفه في الاخر علشان يديني اللون المطلوب. لو مش حابين اي الوان صناعيه الغوها خالص، بس طبعا اللون مش هيبقى معزز كده. بندخله الفريزر ساعتين وببتدي نعمل الخطوه اللي هتخلي الايس كريم بتاعك كريمي. بعد ساعتين هتلاقوا التجميد مش كلي، يعني هتلاقوا في النص كده لسه ما اتجمدش والاطراف هتكون متجمده. قلبته كده علشان اساعد الهاند بلندر. النهارده هستعمل الهاند بلندر كبديل للماكينه. انا لما باجي اضرب الايس كريم وهو لسه في بدايه التجميد فانا بكسر كريستالات التلج دي ومش هخليها تتكون. وطبعا هتلاحظوا ان اللون بيفتح لان فيه هواء دخل الايس كريم، فالهواء لما يدخل الايس كريم وبكسر كريستالات التلج من البدايه مش هيكون معانا ابدا بلورات التلج اللي بتضايقنا. عملت الخطوه دي للامانه مرتين، دخلت الايس كريم ساعتين كمان وطلعت عملت نفس الخطوه. وانسوا خالص خالص ان يكون معاكم تلج او يعمل بلورات تلج. طبعا هتلاقوا لي مطه كده، مع المره التانية بتلاقوا لي مطه. عملت ال3 اطعم بنفس الطريقه، الفراوله والكنتالوب والخوخ. اطلعه بعد ساعتين اديله ضربه بالهاند بلندر. بعد طبعا ما اقلبه في الاول بسيبه في التلاجة ساعتين واطلع اعمل نفس الخطوه. يهيأ لكم ان هي صعبه لكن هي مش صعبه خالص. بتاعت الهاند بلندر دي ما بتاخدش معاكم اكتر من دقيقه، دقيقه واحده بس. وبدخله التلاجة يقعد معانا مثلا 10 ساعات لان ايس كريم الفاكهه بيطول شويه على ما يتجمد. وبنطلعه بيبقى بالشكل التحفه ده. يكون عندي كوبايه ميه سخنه، بحط معلقه الايس كريم في الميه السخنه. ركزوا لي في قوام الايس كريم. ايس كريم الكنتالوب بصوا كريمي ازاي، ما فيهوش اي بلورات تلج، وده باين جدا في العلبه وباين لنا كده واحنا بناخد بالمعلقه. ناعم وكريمي ويجنن. 3 اطعم قدمتها ليكم كده عشان تشوفوا قوام كل ايس كريم عامل ازاي. ايس كريم الخوخ طبعا طعم معزز جدا، الطعم قوي جدا لان عاملاه تقيل وكمان طبيعي. بصوا لي بقى على مطه الايس كريم، بصوا لي على قوامه وعلى النعومه بتاعته، ما يتقارنش ابدا باي ايس كريم دقتوه قبل كده او عملتوه في البيت. قدمت لكم النهارده اكتر 3 اطعم مطلوبين، فراوله وكنتالوب وكمان خوخ. قولوا لي بتحبوا انهي نوع وعجبكم انهي نوع في فيديو النهارده. تعالوا شوفوا قوام بقى الايس كريم والمطه بتاعته، الكنتالوب والفراوله والخوخ. اظن مفيش احلى من كده، نظافه وسهوله وكمان توفير. اكتر حاجه مميزه في ايس كريم النهارده انه ما بيسيحش بسهوله لانه معمول صح 100%. وبس كده، ده كان فيديو النهارده. لو عجبكم فيديو النهارده ما تنسوش تعملوا لايك وشير، سبسكرايب للقناه لو اول مره بتشوفوني. اشوفكم على خير ومع السلامه.